السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة وفي هذا المكان الطيب المبارك، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يا جماعة، درس الليلة هو الدرس الخامس تقريبا من دروس صديق الأمة الأكبر سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. الحقيقة احنا تعايشنا مع تعريف أبي بكر وبمناقب سيدنا أبو بكر والمواقف العظيمة التي وقفها لخدمة دين الله ولمؤازرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والليلة دي الحقيقة هنقف مع أكبر موقف لثبات سيدنا أبو بكر، وذلك عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. درس الليلة هو الدرس الوحيد اللي مش هيكون من كتاب أصحاب الرسول، وإنما هيكون من كتاب سيرة الرسول. والحقيقة يعني سأكتفي بذكر الروايات فقط بدون تخريجات للأحاديث عشان نقدر نسرد القصة متواصلة إن شاء الله جل وعلا، لكن كل الأحاديث ما بين الحسن والصحيح بفضل الله سبحانه وتعالى. يا جماعة، كل اللي أقدر أقوله في بداية هذه المحاضرة إن موت النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم مصيبة يبتلى بها المسلم في حياته، لأن بموت النبي عليه السلام يا جماعة انقطع الوحي من السماء وانقطعت النبوات، وبدأ ظهور الشر والفساد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بارتداد عدد كبير جدا من العرب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأعظم مصيبة يتعزى بها الإنسان في حياته، يعني مهما أصبت بفقد مال، بفقد أم، بفقد أب، بفقد أي شيء، فتعزى بمصيبتك في موت النبي. والنبي هو اللي قال كده، ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من أصيب بمصيبة فليتعزى بمصيبته بي، فإن موتي من أعظم المصائب، صلى الله عليه وسلم. ولذلك أبو العتاهية كان ليه صديق، ليه ابن اسمه محمد، مات هذا الابن الذي اسمه محمد، فأراد أبو العتاهية أن يعزي هذا الرجل في موت ابنه محمد، فقال في قصيدة جميلة جدا قال فيها: اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلد، أوما ترى أن المصائب جمة، وترى المنية للعباد بمرصدي، من لم يصب ممن ترى بمصيبة، هذا سبيل لست عنه بأوحدي، فإذا ذكرت محمدا ومصابه، فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا ذكرت محمدا ومصابه فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يا جماعة، الأحداث العظيمة بيكون قبلها بتسبقها من الإرهاصات والعلامات التي تشير إلى قرب وقوع هذه الأحداث. موت النبي يا جماعة سبقوا مجموعة من العلامات والأحداث التي تشير إلى فعلا إلى قرب نهاية أجل النبي صلى الله عليه وسلم. كان حاجات كتيرة جدا وعلامات كتيرة جدا نجملها في عناصر سريعة جدا. أول حاجة يا جماعة، إن بعد فتح مكة تم للمسلمين فتح مكة بفضل الله، بعد أن خرجوا من مكة مطرودين، حتى بكى النبي صلى الله عليه وسلم عند خروجه من مكة وقال: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله، وإنك لأحب بلاد الله إلى رسول الله، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت يا الله. فتم للمسلمين فتح مكة، وبعد فتح مكة جاءت الوفود تعطي الجزية عن يد أو تسلم لله عز وجل من قبل بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم أرهب جيش العسرة الذي خرج به النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، أرهب جحافل الروم التي فرت عندما سمعت بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم، ودانت الجزيرة العربية كلها يا جماعة للإسلام، وكل الجزيرة تقريبا وحدت الحق جل وعلا سبحانه وتعالى. دي علامة من العلامات التي أشارت إلى قرب موت النبي صلى الله عليه وسلم. فقد انتهت تقريبا مهمة النبي صلى الله عليه وسلم، أتم الله عز وجل به يعني المهمة التي يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم من أجلها. فقد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة صلوات ربي وسلامه عليه، وأصبح الناس على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. من ضمن العلامات كمان أن النبي يا جماعة كان بيعتكف كل سنة 10 أيام أو 10 ليالي في شهر رمضان. في السنة الأخيرة اعتكف النبي 20 ليلة صلى الله عليه وسلم، وكان سيدنا جبريل كان يأتيه ويدرسه القرآن مرة واحدة في رمضان. في رمضان الأخير ده درسه جبريل القرآن مرتين صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ضمن العلامات كمان يا جماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل سيدنا معاذ بن جبل إلى بلاد الشام، إلى بلاد اليمن،
فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، معاذ بن جبل ركب على الدابة والنبي يمشي أمام معاذ بن جبل. شوف تواضع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، سيد المتواضعين بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. فخارج فبيوصي معاذ ببعض الوصايا الجميلة، يوصيه بتقوى الله ويوصيه بأن يفعل كل ما يرضي الله وأن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ضمن الكلمات التي أدخلت الحزن على قلب سيدنا معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ إنك عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا. يا الله، كلمة جديدة قوي. أو أنك عسى أن تمر على مسجدي وقبري، هتلاقيني اندفنت خلاص صلى الله عليه وسلم. فبكى معاذ جشعا لفراق النبي صلى الله عليه وسلم. أنا عايزك تحط نفسك مكان سيدنا معاذ، لو إنك ماشي مع النبي والنبي بيقول لك مش هتشوفني بعد النهاردة، تخيل إحساسك يكون إيه وانت عارف ان ده آخر لقاء وآخر نظرة تشوف فيها النبي صلى الله عليه وسلم. من ضمن العلامات كمان يا جماعة ان النبي لما حج في السنة العاشرة صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، كان يقول للصحابة: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، خذوا عني مناسككم. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يودع الناس، ونزل عليه في يوم عرفة قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. مهمة النبي انتهت صلى الله عليه وسلم. وينزل عليه في ثاني أيام التشريق قول الحق جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. خلاص انتهت المهمة، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ولذلك كان سيدنا ابن عباس كان يدخل مع سيدنا عمر مع أشياخ قريش، مع الناس الكبار، فاستنكروا هذا الأمر على سيدنا عمر فقالوا: تدخل هذا الصبي معنا وعندنا من أبنائنا ما هو في مثل سنه؟ فقال عمر بن الخطاب: إنكم لتعلمون من هو، إنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أراد عمر أن يعرفهم قدر سيدنا ابن عباس. أنا مش بدخل ابن عباس كده وخلاص، لا، ده هذا الرجل له قدر عظيم جدا. النبي دعا له بأن يكون من علماء الدين، اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين وعلمه التأويل صلى الله عليه وآله وسلم. فالمهم، فأراد عمر أن يختبر الناس أمام ابن عباس وأن يختبر ابن عباس أمامهم. فقال: ماذا تقولون في قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال براء قريش: قالوا قد أخبرنا الله عز وجل أو قد أمرنا إذا جاء نصر الله عز وجل أن نحمده وأن نستغفره. ومنهم من قال: لا أعلم. فقال عمر بن الخطاب لعبد الله بن عباس: وأنت ماذا ترى فيها يا ابن عباس؟ أهو مثل ما قالوا؟ قال: لا يا أمير المؤمنين. قال: فماذا تقول أنت؟ قال ابن عباس: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله إياه. فقال عمر: والله ما أعلم منها إلا ما علمت منها يا ابن عباس. ولذلك كان النبي في آخر أيامه يا جماعة كان يكثر من قوله: سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. أمنا أم سلمة بتقول له: ليه عملت كده يا رسول الله؟ ليه بتكثر من هذا الكلام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني قد أمرت بأمر. ثم قرأ قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر السورة. من ضمن العلامات أيضا يا جماعة التي تشير إلى قرب نهاية أجل النبي صلى الله عليه وسلم إنه خرج فصلى على شهداء أحد كالمودع للأحياء والأموات صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك صعد النبي على المنبر وقال: إني فرطكم، يعني إني سابق لكم إلى الله عز وجل، وإني شهيد عليكم، والله إني لأنظر إلى الحوض من مكان هذا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ضمن العلامات أن الوحي تتابع على النبي بكثرة شديدة قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ويمكن السر في كده ما وضحه الحافظ ابن حجر، أنه بعد فتح مكة تكاثرت الوفود، تتابعت الوفود على النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن الإسلام وعن الدين وعن الأحكام، فكان الوحي ينزل فيرد على أسئلة هؤلاء الناس، ولذلك تتابع الوحي. ومن ضمن العلامات بل آخر العلامات أن النبي كان يحض الصحابة على أن يصحبوه وأن يجلسوا معه قدر ما استطاعوا، لأنهم مش هيشوفوه بعد كده. فكان النبي يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده ليأتين على أحدكم يوم يتمنى فيه أن يراني ثم لا يراني، ولأن يراني أحب إليه من أهله وولده وماله صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوفوا أحداث وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام قام النبي صلى الله عليه وسلم لغلامه أبو مويهبة، فقال له لمولاه أبو مويهبة، فقال له: يا أبا مويهبة، إن الله قد أمرني أن أستغفر لأهل البقيع فانطلق معي. فانطلق معه أبو مويهبة، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هناك فزارهم واستغفر لهم. فلما وصل إلى هناك قال لأبي مويهبة وهو راجع، قال له: يا أبا مويهبة، إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة
وخيرت بين ذلك وبين لقاء الله والجنة. يعني ربنا سبحانه وتعالى من خلال طبعا الوحي عن طريق جبريل عليه السلام خيرني بين حاجتين، ان انا اخذ مفاتيح هذه الدنيا، كنوز الدنيا كلها والخلد فيها، ثم الجنة بعد ذلك، أو أني ألقى الله عز وجل ثم الجنة. فقال أبو مويهبة اللي كان بيحب أن النبي يفضل ما بينهم على طول، وإنه ما يفرقش النبي لحظة واحدة ولا طرفة عين، قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فماذا اخترت يا رسول الله؟ خذ مفاتيح كنوز الدنيا والخلد فيها ثم الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا مويهبة والله لقد اخترت لقاء الله والجنة. سبحانه وتعالى، صلوات ربي وسلامه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو راجع من المقابر يا جماعة نظرة عجيبة على المقابر وعلى أهل المقابر، ثم قال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإن إن شاء الله بكم للاحقون، وددنا أن قد رأينا إخواننا. ركز في الكلام ده، كلام غالي جدا، النبي بيتكلم عنكم أنتم صلى الله عليه وسلم، وددنا أن قد رأينا إخواننا. فقال الصحابة أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين يأتون من بعد. يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم مشتاق لكم. تخيل كده لما تعيش على سنة النبي وعلى هدي النبي وتعيش على شرع ربنا وتقعد تتأسى بالنبي في كل صغيرة وكبيرة، لما تقابل النبي على الحوض صلى الله عليه وسلم هتلاقي النبي في غاية الشوق إليك بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف آخر أسبوع يا جماعة في حياة النبي، وده كان أصعب أسبوع مر على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. آخر 7 أيام في حياة النبي تعالوا نشوفها كده في عجالة سريعة. أول حاجة بداية مرض النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي يا جماعة كان في جنازة في بقيع الغرقد، وهو راجع أحس بصداع شديد جدا، وبدأت حرارة النبي صلى الله عليه وسلم ترتفع. بدأ النبي يشعر بتعب شديد جدا، فلما وصل إلى البيت وصل إلى أمنا عائشة تقول فدخل علي النبي وبي من الصداع ما لا يعلمه إلا الله، فلما رأيت النبي قلت له يا رسول الله ورأساه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأساه يا عائشة. فقالت له عائشة يا رسول الله أبك وجع؟ قال أجل صلى الله عليه وسلم. ثم تبسم النبي وقال لها وما ضرك يا عائشة لو مت قبلي فكفنتك ودفنتك وصليت عليك. فقالت له عائشة وهي تتبسم إذا ترجع بعد ذلك يا رسول الله، فتكون بعد ذلك قد أعرست ببعض أزواجك في بيتي. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم اشتد به الوجع بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. ففضل النبي عليه السلام يطوف على كل بيوت أزواجه يودعهن زوجة زوجة، إلى أن جاءه الوجع بشدة عند بيت ميمونة رضي الله عنها وارضاها. فلما جلس في بيت ميمونة استأذن أزواجه بعد أن دعاهن جميعا، استأذنهن في أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها وارضاها، فأذن له جميعا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني يستند بيديه على العباس وعلى علي إلى أن وصل إلى بيت عائشة رضي الله عنها وارضاها. ويدخل عليه سيدنا عبد الله بن مسعود. طبعا الصحابة يا جماعة لحد الآن مش مستوعبين الموضوع، معقولة النبي هيموت؟ هم عارفين، ما هو سمعوا في كتاب الله عز وجل قول الله عز وجل إنك ميت وإنهم ميتون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. عارفين الكلام ده، بس مش متخيلين ان الكلام ده يكون في هذا الوقت، لأنه كانوا في غاية الشوق والاحتياج للنبي صلى الله عليه وسلم. يدخل عليه عبد الله بن مسعود فيضع يده على رأس النبي صلى الله عليه وسلم فيجد به من السخونة والحمى ما لا يعلمه إلا الله، فيقول له يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم أجل إني لأوعك كما يوعك رجلان منكم صلى الله عليه وآله وسلم. ويفضل قاعد في بيت أمنا عائشة بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. تقول أمنا عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله كان ينفث عليه بالمعوذات قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. فلما مرض مرضه الذي مات فيه فكنت أنفث عليه ثم آخذ بيدي وأمسح بيد النبي لأنها كانت أعظم بركة من يدي صلى الله عليه وآله وسلم. واشتد الألم واشتدت الحمى على النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل كل ده والنبي يشعر به صلى الله عليه وسلم. اشتد الألم واشتدت الحمى على النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال لأزواجه أهريقوا علي 7 قرب من الماء، وبدأوا يجيبوا له المية ويهريقوا عليه الماء صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى قد فعلتن. ثم خرج إلى الناس صلى الله عليه وسلم فصلى بهم وخطب فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. ودي كان آخر خطبة يخطبها النبي في أصحابه صلى الله عليه وسلم. خرج النبي يقول لهم إيه يا جماعة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عبدا قد خيره الله عز وجل بين الدنيا وزهرتها وبين لقائه فاختار ما عند الله.
مين اللي فهم الكلام ده؟ ولا واحد من الصحابة فهم إلا الصديق، إلا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. فبكى أبو بكر بكاء شديدا وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله، فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. فتعجب الصحابة بين أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن عبد خير بين الدنيا وبين لقاء الله فاختار لقاء الله. يقول الراوي: فكان النبي هو العبد الذي خير، وكان أبو بكر أعلمنا، فكان يعلم أن هذا هو أجل النبي صلى الله عليه وسلم. ووضح النبي قدر أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، فقال في الناس: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام لا يبقين باب إلا سد إلا باب أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وأخذ يوصي وصاياه الأخيرة. أوصى النبي بالأنصار. الأنصار يا جماعة اللي ضحوا بكل حاجة من أجل نصرة دين الله سبحانه وتعالى ومن أجل نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي لأصحابه: أوصيكم بالأنصار خيرا فإنهم قد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم. شوف قد ايه، فأوصيكم بالأنصار خيرا. وبدأ يوصي بأصحابه ويوصيهم بالصلاة وبالنساء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر رمق من حياته: الله الله في النساء. يقول صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. يا شباب اللي تركتوا الصلاة، يا اللي سبتوا الصلاة، يا اللي ما بتسجدوش لله سبحانه وتعالى، دي كانت آخر وصية للنبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا النبي تعب عشان قد ايه، ورغم ذلك لحد النهاردة في شباب لسه لم تسجد لله عز وجل. المهم قام النبي يصلي بالناس. النبي يا جماعة بدأ الوجع بيه يوم الاثنين، هيموت النبي يوم الاثنين اللي بعده. فضل النبي يصلي بالمسلمين من يوم الاثنين لحد المغرب في يوم الخميس، وبعد ذلك لم يستطع الخروج صلى الله عليه وسلم. صلى النبي يوم الخميس صلاة المغرب وقرأ بهم سورة المرسلات. ثم بعد ذلك زاد المرض على النبي صلى الله عليه وسلم، حب يخرج لصلاة العشاء ما قدرش، فكان يغشى عليه ثم يؤتى إليه بالماء فيغتسل النبي صلى الله عليه وسلم. يريد أن يقوم فلا يستطيع، يغشى عليه ثم يفيق النبي صلى الله عليه وسلم وما يقولش غير كلمة واحدة: أصلى الناس. ما بيسألش غير عن الصلاة. شفت قد ايه قدر الصلاة يا جماعة؟ النبي يغشى عليه ويقوم وما يسألش غير عن حاجة واحدة: أصلى الناس؟ يقولون: لا يا رسول الله، هم ينتظرونك يا رسول الله. ويغتسل النبي ويغشى عليه مرة أخرى ويفوق ويقول: أصلى الناس؟ مرة واثنين وثلاثة واربعة صلى الله عليه وسلم. ثم أمر بعد ذلك بأن يصلي أبو بكر بالناس صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك طبعا الصحابة كانوا في الوقت ده يا جماعة في غاية القلق والاضطراب والخوف على النبي. معقول النبي هيسيبنا؟ معقول النبي هيموت؟ ما كانوش حاسين بالموضوع ده خالص، مع انه عارفين الكلام ده كله ورد في كتاب الله، لكن ما حدش فيهم مستعد نفسيا لفراق النبي صلى الله عليه وسلم. وفي يوم من الأيام يأمرهم النبي عليه السلام بأن سيدنا أبو بكر يصلي بهم الصلاة الخمس، فيقول: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فتقول أمنا عائشة: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، رجل رقيق القلب كثير الدمع، وإنه إذا صلى لم يسمع الناس من خلفه. فقال النبي: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. أمنا عائشة راحت قايله لأمنا حفصة: طب قولي للنبي هذا الكلام عشان يؤمر سيدنا عمر هو اللي يصلي. فجاءت حفصة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى صلى لا يسمع الناس من كثرة بكائه. فقال النبي: مروا أبا بكر أن يصلي بالناس، إن كنا لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. مش عايز حد غير أبو بكر يصلي بالناس صلى الله عليه وسلم. فدخل أبو بكر في الصلاة وبدأ يصلي. وجد النبي من نفسه خفة، بدأ يحس أنه قادر يتحرك. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، فأول ما دخل كاد الصحابة أن يفتنوا من شدة الفرح. فلما رآها أبو بكر أراد أن يتأخر، فأشار إليه النبي أن نقف مكانك. فوقف أبو بكر مكانه وجلس النبي عن يسار أبي بكر. فبدأ النبي يصلي بالناس، فيتأسى أبو بكر بالنبي ويتأسى الناس بأبي بكر من بعده صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم وجلس في بيت أمنا عائشة ولم يدخل المسجد بعد ذلك، لم يستطع أن يدخل على أصحابه بعد ذلك صلى الله عليه وسلم. وفي اللحظة دي يا جماعة اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم كلهم بقى حسوا إن خلاص دي اللحظات الأخيرة في حياة النبي. اجتمع نساء النبي وجلسوا في بيت أمنا عائشة. وفجأة جاءت فاطمة. أول ما جاءت فاطمة قام إليها النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يقوم لها فلم يستطع، فجلست بجواره فقال: مرحبا بابنتي، فقبلها بين جبينها
وأجلسها عن يمينه أو عن يساره، ثم سرها بكلمة فبكت، ثم أصر إليها بكلمة أخرى فضحكت، فتبسمت أمنا عائشة وتعجبت وقالت: ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن، أسرك النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة وتبكين لذلك؟ لقد خصك النبي صلى الله عليه وسلم من بيننا. فقالت لها عائشة: ماذا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: إنه سر وإني لا أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بعد ما مات النبي عليه الصلاة والسلام بفترة قالت له أمنا عائشة: ها هو النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، فماذا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت لها: لقد سر لي أو أسر لي النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الأولى بأنه كان جبريل يعارضه بالقرآن في كل عام مرة، واليوم قد عارضه مرتين، وإنه ما يراه إلا قد انتهى أجله صلى الله عليه وسلم، وإنني أول أهله لحوقا به صلى الله عليه وسلم، فلهذا بكيت. ثم أخبرني وقال: ألا تحبين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين؟ فقلت: أجل يا رسول الله، فلهذا ضحكت صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنها وأرضاها. اشتد المرض بالنبي عليه السلام، وما زال الوجع والألم يشتد بالنبي. وده مين يا جماعة؟ سيد ولد آدم، سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، ويعاني من سكرات الموت كما ترون، شيء فوق الخيال. وهذا هو سيد ولد آدم وأفضل خلق الله وأحب خلق الله إلى الله سبحانه وتعالى. اشتد الألم أكتر وأكتر بالنبي عليه السلام، وتدخل فاطمة على النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم التالي وتقول له: وكرب أبتاه وكرب أبتاه، فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على أبيك كرب بعد اليوم يا فاطمة، ليس على أبيك كرب بعد اليوم. الكرب كان في الدنيا من الابتلاءات والحروب والأشياء التي كان يؤذى بها النبي صلى الله عليه وسلم من قبل المشركين، أما الآن فأنا ذاهب إلى ربي وحبيبي سبحانه وتعالى، ليس على أبيك كرب بعد اليوم. عايزك تتخيل مدى إحساس الصحابة في اللحظة دي. أصعب لحظات، والله يا إخوة أصعب لحظات تمر على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هي اللحظات دي. تخيل محدش فيهم متخيل أنه يسمع كلمة مات رسول الله، محدش فيهم متخيل أنه يسمع الكلمة دي أبدا، ولا حد فيهم متخيل أنه هتمر عليه اللحظة العصيبة ديت. المدينة كلها أظلمت من شدة البكاء والحزن على النبي صلى الله عليه وسلم. بدأ النبي يا جماعة في اللحظات الأخيرة يودع أحبابه وأصحابه. جيء بالحسن والحسين فقبلهما النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أوصى بهما خيرا، ثم جيء بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ النبي يوعظهن ويذكرهن بالله سبحانه وتعالى. وبدأ الوجع يشتد حتى ما قال النبي لأمنا عائشة: والله ما أزال أجد ألم السم الذي أكلت في يوم خيبر. انتوا عارفين في يوم خيبر لما المرأة اليهودية عزمت النبي على الشاه، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يدعوه إلى الله عز وجل فتسلم، فأخذ النبي نهسة من ذراع الشاه، وكانت المرأة دي دست السم للنبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي نهسة صغيرة فأنطق الله ذراع الشاه فقال: يا رسول الله إني مسمومة فلا تأكلني. فأخذ النبي اللحم وطرحه على الأرض، وأخذ ما في فمه وطرحه، لكن شيء يسير جدا تسرب من السم إلى جوف النبي صلى الله عليه وسلم، وده كان من أعظم أسباب موت النبي صلى الله عليه وسلم. ويأتي أسامة بن زيد. طبعا في اللحظة دي يا جماعة كان كل واحد ساكن في أعالي المدينة أو عوالي المدينة قاعد في مكانه، واللي قاعدين في المدينة نفسها. المهم في اللحظة دي اجتمع كل أصحاب النبي وبدأوا ينزلوا كلهم عشان يطمئنوا على حال النبي صلى الله عليه وسلم. يدخل أسامة بن زيد على النبي صلى الله عليه وسلم، فأول ما رآه النبي كان في هذه اللحظة لم يستطع الكلام، فبدأ يرفع يديه إلى السماء ويهوي بها على أسامة، يرفع يديه إلى السماء ويهوي بها على أسامة. يقول أسامة بن زيد: فعلمت أن النبي يدعو لي في آخر لحظة من حياتي. يا بختك يا سيدنا أسامة، النبي فكرك في آخر لحظة وبيدعي لك. رضي الله عن أسامة ابن زيد وعن أبيه، وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. احنا النهاردة يا جماعة بقينا يوم الأحد، فاضل يوم على وفاة النبي. النهاردة الأحد وبكرة الاثنين، النبي هيموت يوم الاثنين. قبل وفاة النبي بيوم عمل إيه النبي يا جماعة صلى الله عليه وسلم؟ أعتق النبي غلمانه، كل غلمان، وتصدق النبي ب7 دنانير كانت عنده صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك وهب كل الأسلحة بتاعته للمسلمين. وفي الليل في نفس الليلة استعارت أمنا عائشة الزيت للمصباح، ومات النبي ودرعه مرهونة عند رجل يهودي على 30 صاعا من شعير. النبي اللي عرضت عليه جبال الدنيا أن تصير له ذهبا فقال: بل أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر. يموت النبي
ودرعه مرهون عند رجل يهودي على 30 صاع من شعير. ما هو النبي يا جماعة ما جاش يدعو عشان ياخد مال ولا عشان منصب ولا عشان جاه ولا عشان أي حاجة، ما دعا النبي إلا لله سبحانه وتعالى. وقد قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. تعالوا نشوف آخر يوم في حياة النبي، ودي أصعب لحظة في حياة الصحابة وفي حياة كل مسلم بيحب النبي صلى الله عليه وسلم. آخر لحظة، آخر يوم في حياة النبي، إيه اللي حصل فيه؟ خرج النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظة، ما خرجش من بيته أبدا، زاح الستار وكان الصحابة بيصلوا وكان أبو بكر يصلي بهم، فوقف النبي وأزاح الستار ونظر النبي على ثمرة جهاده وتعبه صلى الله عليه وسلم. سنوات طويلة من الجهاد والدعوة والمشقة واحتمال الأذى، حب يشوف ثمرة جهاده دي كلها. فلما نظر إلى المسلمين وجدهم يصلون خلف أبي بكر اطمأن النبي فابتسم، فكاد الصحابة أن يفتنوا في صلاتهم حتى أنهم ظنوا أن النبي قد شفي من مرضه. وقف وابتسم وبص عليهم، يبقى الحمد لله النبي بقى كويس. فبدأ في اللحظة ديت كل اللي ساكن في عوالي المدينة بدأ يرجع لمكانه، ولذلك ذهب أبو بكر في تلك اللحظة إلى بيت أهله في مكان يسمى السنح. ثم تقول أمنا عائشة بعد ذلك: فاضطجع النبي في حجري ووضع رأسه بين صحرها ونحرها رضي الله عنها وارضاها. تقول أمنا عائشة إيه؟ بتقول: إن من نعم الله عز وجل علي أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين صحري ونحري، وإن الله جمع بين ريقي وريق النبي عند موتي صلى الله عليه وسلم. يدخل في اللحظة ديت النبي يا جماعة نايم وحاطط راسه بين سحرها ونحرها. شوف قد ايه حب النبي لأمنا عائشة. ما هو سئل النبي عن ذلك: من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة. قيل فمن الرجال؟ قال أبوها صلى الله عليه وآله وسلم. يدخل عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما ومعاه سواك في إيديه، فينظر النبي إلى السواك. شوف حب النبي للسواك صلى الله عليه وسلم. فنظر النبي إلى السواك، قالت أمنا عائشة: فعلمت أنه يريد السواك فقلت له: يا رسول الله آتيك بالسواك؟ قال: بهكذا برأسي، يعني نعم. لم يتكلم النبي ولم يستطع أن يتكلم صلى الله عليه وسلم. فجاءت بالسواك فأعطته للنبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يمضغ السواك فوجده جافا شديد عليه صلى الله عليه وسلم، خلاص تعب مش قادر، آخر يوم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: ألينه لك يا رسول الله؟ قال: أجل، يعني أشار بوجهها كذا يعني أجل. فأخذته فلينته بريقها رضي الله عنه وارضاها، ثم أعطته للنبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ السواك وأخذ يستاك بالسواك صلى الله عليه وسلم. ثم أخذ ركوة فيها ماء وأخذ يضع الماء على جبهته ويقول: لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. ثم جعل يشير بيديه إلى الرفيق الأعلى ويقول: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. تقول أمنا عائشة: فعلمت في تلك اللحظة أن النبي كان يخير فاختار لقاء ربه عز وجل. وفي هذه اللحظة يدخل جبريل عليه السلام ويدخل معه ملك الموت ليعالج أطهر روح على وجه الأرض. يدخل سيدنا جبريل فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فيرد عليه النبي السلام، ثم يسلم عليه ملك الموت ويرد عليه النبي السلام، فيخير النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي ما زال يقول: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. ويقول في رواية أخرى: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. بدأ النبي عليه السلام يدخل عليه جبريل ويدخل عليه ملك الموت ليعالج أطهر روح، ويخيره جبريل عليه السلام بين الخلد في الدنيا وبين ما فيها من كنوز، وبين زهرة الدنيا، وبين أن يختار لقاء ربه سبحانه وتعالى. كان النبي خلاص في غاية الشوق للقاء ربه عز وجل، فبدأ يردد الكلمة مرة بعد مرة: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. وبدأ ملك الموت يدخل على النبي ليعالج أطهر روح، فبدأ يقول قوله جل وعلا: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
كان النبي في تلك اللحظة واضعا رأسه على حجر أمنا عائشة بين صحرها وبين نحرها، وفجأة وهو يتبسم لأمنا عائشة فجأة كانت أمنا عائشة تمسك بيد النبي صلى الله عليه وسلم، فجأة سقطت يد النبي صلى الله عليه وسلم من يد أمنا عائشة، وشخص النبي ببصره إلى السماء. يا ترى ما الذي حدث وما الذي جرى؟ ما الذي حدث في تلك اللحظة؟ فاضت روح رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات حبيب الله، مات النهر الرحمة، مات نهر الرحمة، مات ينبوع الحنان، مات سيد ولد آدم، مات سيد الأولين والآخرين، مات النبي صلى الله عليه وسلم. لحظة حاسمة في حياة الأمة، موت النبي صلى الله عليه وسلم. مات النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه بين سحرها وبين نحرها رضي الله عنها وأرضاها. يقول الحافظ ابن رجب: فاضطرب المسلمون لما خرجت أمنا عائشة لتخبر الناس بموت رسول الله. اضطرب المسلمون، فمنهم من دهش فخولت لم يستطع أن يتكلم، ومنهم من أقعد فلم يتكلم، ومنهم من عمي بصره فلم يستطع أن ينظر، إلى أن جاءت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم قرة عيني وثمرة فؤادي، وقالت وهي تصرخ: يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه، يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه. ثم قالت لأنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: يا أنس، يا أنس، أطابت نفوسكم أن تحثوا التراب على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أنس، أطابت نفوسكم أن تحثوا التراب على وجه رسول الله. فقال لها بلسان الحال: والله ما طابت ولن تطيب، ولكنه امتثال لأمر الحبيب. ويأتي عمر بن الخطاب لا يكاد يصدق النبي مات، فيشهر عمر سيفه ويقول: رسول الله ما مات، رسول الله ما مات، ولكنه ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى بن عمران، ولا يرجعن فلا يقطعن أيدي وأرجل أناس زعموا أنه مات. وإذا بصديق الأمة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، صاحب أعظم موقف في حياة هذه الأمة. يأتي أبو بكر من منزله بالصبح ويأتي ميمما وجهه إلى غرفة أمنا عائشة حيث مات النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل عليه أبو بكر فيرى النبي يرى نبيه، يرى حبيبه، يرى رسوله، يرى نهر الرحمة، يرى ينبوع الحنان، يرى سيد ولد آدم، يراه مغطى، فيبكي أبو بكر ودموعه تنزل على لحيته، فيكشف الثوب عن وجه رسول الله. أهذا هو حبيبي؟ أهذا هو صاحبي؟ أهذا هو الذي عشت معه طوال تلك السنوات ندعو إلى الله عز وجل؟ أهذا رسول الله؟ فيبكي أبو بكر ويضع قبلة حانية على جبين النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: بأبي أنت وأمي. فيقول له: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما أطيبك حيا وما أطيبك ميتا، ما أطيبك حيا وما أطيبك ميتا. والله يا رسول الله لا يكتب الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبها الله عليك يا رسول الله فلقد ذقتها، ولا يكتب الله عليك موتتين أبدا. ثم خرج أبو بكر فوجد عمر يصرخ: ما مات رسول الله، رسول الله ما مات. فقال أبو بكر: اجلس يا عمر، اجلس يا عمر. فلم يجلس عمر، فقام أبو بكر ونادى على الناس وقال تلك الكلمة الشهيرة، قال: أيها الناس، أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وتلا أبو بكر قول الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. يقول ابن عباس:
فما إن تلاها أبو بكر حتى علم الناس أن النبي قد مات، وما سمعت إلا وأن الناس كل منهم يتلو تلك الآية. يقول عمر: أما أنا فما إن سمعت تلك الآية حتى علمت أن النبي قد مات، فوقعت على الأرض فلم أستطع أن تحملني رجلاي، فعلمت أن النبي قد مات. يقول أنس رضي الله عنه وأرضاه: لما كان اليوم الذي دخل فيه النبي المدينة أضاء منها كل شيء، ولما كان اليوم الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم أظلم منها كل شيء. والله ما نفضنا أيدينا من تراب النبي، أي من دفن النبي، حتى أنكرنا قلوبنا. وصدق من قال: يا مصطفى يا مصطفى ولأنت ساكن مهجتي، روحي فداك وكل ما ملكت يدي، روحي فداك وكل ما ملكت يدي، إني وقفت لنصر دينك همتي وسعادتي، ألا بغيرك أقتدي، لك معجزات باهرات جمة، وأجلها القرآن خير مؤيدي، ما حرفت أو بدلت كلماته، شلت يد الجاني وشاه المعتدي، وأنا المحب ومهجتي لا تنثني عن وجدها وغرامها بمحمد، قد لامني فيه الكفور ولو ضرى، نعم الإيمان به لكان مساعدي. يا رب صل على الحبيب محمد واجعله شافعنا بفضلك في غدي. يا رب صل على الحبيب محمد واجعله شافعنا بفضلك في غدي. أشد الناس بلاء بموت النبي هم أصحاب النبي. الصحابة يا جماعة، تخيل نفسك كده لو عشت مع النبي 23 سنة، بتشوف أخلاق النبي، رحمة النبي، معاملات النبي، عبادة النبي، كل شيء في النبي صلى الله عليه وسلم، وفجأة تروح أنت بنفسك عشان تدفن النبي. مين يتحمل؟ مين يتحمل هذا الموقف؟ فأشد الناس بلاء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يا جماعة قد إيه شفتوا النبي تعب عشاننا؟ قد إيه ما ينفعش إن الشاب النهاردة يفرط في دينه والنبي تعب كل التعب ده؟ قد إيه النهاردة ما ينفعش واحدة لحد النهاردة مش عايزة تلبس حجاب والنبي تعب كل التعب ده؟ قد إيه ما ينفعش إن إحنا نسيب هدي النبي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ جاء الوقت والصحابة بدأوا يجهزوا جسد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول علي بن أبي طالب: غسلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت أنظر ما يكون من الميت فلم أر شيئا، فكان النبي طيبا حيا وميتا. والذي تولى دفن النبي صلى الله عليه وسلم 4: علي بن أبي طالب والعباس والفضل وصالح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. جم يغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم فاحتاروا: نغسل النبي في ثيابه ولا نجرد النبي من ثيابه؟ يقول الراوي، والرواية صحيحة، يقول الراوي: فألقى الله النوم على أصحاب النبي، فكل رجل كان ذقنه في صدره إلى أن سمعوا صوتا لا يدرون من هو ولا من أين جاء، يقول: غسلوا النبي في ثيابه ولا تجردوه. فغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم في ثيابه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. جاءوا يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا أبا بكر: يا أبا بكر أنصلي على رسول الله؟ قال: أجل، ما هو إمام المسلمين صلى الله عليه وسلم، فكيف يصلى عليه؟ كيف يكون هناك إنسان إمام؟ فقال: كيف يا أبا بكر؟ قال: يدخل قوم فيكبرون ويصلون بغير إمام، لأن النبي هو الإمام صلى الله عليه وسلم. يدخل قوم فيكبرون ويصلون ثم يخرجون، ثم يدخل آخرون فيكبرون ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قيل له: يا أبا بكر أيدفن النبي؟ معقول النبي يدفن؟ النبي يتحط تحت الأرض، النبي يتحط في التراب؟ فقال: أجل يدفن. قالوا: أين يدفن يا أبا بكر؟ قال: في نفس المكان الذي مات فيه، فإن النبي لا يدفن إلا في المكان الذي مات فيه. فدفن النبي في غرفة أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. متى دفن النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي مات يوم الاثنين، دفن ليلة الثلاث اللي هي تعتبر يوم الثلاث اللي هي ليلة الأربعاء صلى الله عليه وسلم. ومن الذي تولى دفن النبي صلى الله عليه وسلم؟
تولى دفنه 4 أيضا، علي والعباس والفضل وصالح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي مات وكان عنده كم سنة يا جماعة؟ 63 سنة. وشوف العجيب ان ابو بكر لما هيموت بعد كده هيموت ايضا وعنده 63 سنة، وهيموت برضه يوم الاثنين ويدفن يوم الثلاث زي ما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم. وتيجي اللحظة المؤثرة من أشد اللحظات المؤثرة، يجي بلال رضي الله عنه وأرضاه طالع يؤذن فوق مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ يؤذن: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. ولسه سيدنا بلال هيقول أشهد أن محمدا رسول الله، فبكى بلال. أراد يكرر الأذان مرة تانية ما قدرش، مرة ثالثة، مرة رابعة ما قدرش، فنزل بلال من على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك لما جاء موعد الصلاة التي تليها صعد بلال على المسجد مرة أخرى يكبر وبدأ يقول الأذان، ولسه جاي يقول أشهد أن محمدا رسول الله. فين النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكان بلال رضي الله عنه وارضاه كان قد تعود أن يؤذن وبعدها بفترة يروح للنبي فيترك على بابه ويقول له: الصلاة يا رسول الله، الصلاة يا رسول الله. أما اليوم فعلى من يترك وعلى من ينادي. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم، مات الحبيب صلى الله عليه وسلم. فنزل بلال وبكى بكاء شديدا، ثم قال لأبي بكر: يا أبا بكر، إن كنت قد أعتقتني لوجه الله فدعني أسيح في بلاد الله. فتركه فذهب بلال إلى بلاد الشام، وظل هناك عابدا مجاهدا إلى أن مات في بلاد الشام رضي الله عنه وأرضاه. بعد ذلك تأتي اللحظة الحاسمة، وهي الذكريات المؤلمة. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يجي سيدنا أبو بكر يقول لسيدنا عمر: هيا نذهب لنزور أم أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم كما كان النبي يزورها صلى الله عليه وسلم. راحوا الاثنين يزوروا أم أيمن. أول ما وصلوا هناك يا جماعة لقوا أم أيمن بتبكي، فقالوا لها: علام البكاء يا أم أيمن؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله؟ قالت: أجل، أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله، ولكني أبكي لانقطاع الوحي من السماء. خلاص ما بقاش في وحي، ما بقاش في قرآن نازل، ما بقاش في سنة نازلة رضي الله عنه وارضاها. فرق كبير بين أم أيمن اللي بتبكي عشان الوحي انقطع، وبين واحدة بتبكي عشان المطرب اللي بتحبه مات، أو عشان الولد اللي بيمشي معاها سابها، أو عشان شوفوا أم أيمن بتبكي عشان انقطاع الوحي من السماء. عايز أوجه رسالة الحقيقة: إن كان النبي قد مات فسنة النبي باقية إلى قيام الساعة، فمن أراد أن يتأسى بالنبي فسنته بيننا، تأسى بسنة النبي حتى تلقى النبي على الحوض ليفرح النبي صلى الله عليه وسلم ويشتاق للقائك صلى الله عليه وسلم. عايزين نوجه رسالتين في آخر هذا الدرس. الرسالة الأولى: كل من فقد أحبابه، اللي أمه ماتت، اللي أبوه مات، اللي حبايبه ماتوا، عزاؤك في موت النبي صلى الله عليه وسلم. الحاجة الثانية يا جماعة، النبي تعب كتير عشاننا، تعب في كل لحظة من لحظات حياته، حتى عند السكرات يمسح على جبهته ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. يا ترى إحنا هنقدم إيه لدين الله؟ هنقدم إيه لخدمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا ريت يا جماعة نعرف يعني إيه قدر النبي، يا ريت نعرف نحب النبي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيدي لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده ومن الناس أجمعين صلى الله عليه وآله وسلم. يا جماعة ما ينفعش نعيش كده على هامش الحياة، يا ريت نقرأ سيرة النبي ونعرف قد إيه النبي تعب عشاننا، عشان نعرف قد إيه غلاوة النبي وقد إيه غلاوة سنة النبي عشان نتأسى به. بالله عليكم، بقول للمشاهدين بالله عليكم، اللي ما بيصليش لحد النهارده آخر وصية للنبي حبيبك كان بيقول: الصلاة الصلاة. واللي مش لابسه الحجاب، النبي عايزك تخش الجنة كان بيقول: صنفان من أهل النار لم أرهما وذكر النبي منهما نساء كاسيات عاريات. خايف النبي عليك، بيحذرك عشان نفسه انك تلبس الحجاب وتيجي يوم القيامة تخش الجنة مع أمهات المؤمنين. ما زالت الصفحة مفتوحة، نلتقي مع آخر حلقة من حلقات أبي بكر الصديق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام